السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الدلو حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفائلوا بالخير تجدوه. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، وزيدوا صلاة وكمان استغفروا حبايبي. اللهم صل على الحبيب. يلا انزلوا اكتبوا كومنتات حلوة كده زيكم، تصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، وزيدوا صلاة حبايبي. وكمان حبايب قلبي اللايك للفيديو، لان عندي فيديوهات بتنزل بدون اشهار. ده دعمكم ليا، تقدروا بس التعب مش اكتر والله. ربنا يفرح قلبكم يا رب. في عندكم جلسة اجتماع، في مناسبة، الاجتماع او المناسبة دي خلي بالكم من اي كلمة. جايز يكون حد بيختبرك، بس في امرأة حرباية، بس هي مش قاعدة، او حد عايز يعرف اخباركم. المرأة دي بتحب تحشر نفسها، هي في حاجة هتحصل لكم هي عايزة تدخل نفسها فيها. خلي عندكم ذكاء، طلعوا بالنعم وحاضر، طلعوا الكلمة على قد الكلمة. ممكن يكون ده اختبار، حد ممكن جاي من ناحية عاطفية، زواج، شراء وبيع. الحاجة دي انت هتستفاد منها، هيكون فيها خير، فيها رضا، بس فيها امرأة متسلطة وفضولية. يعني على الكلام اللي انت هتقوله، فان شاء الله هيكون خير، عشان ما توصلش لها الاخبار وتحصل لك مشاكل. لا اله الا الله. انت عندكم اخبار حلوة من الناحية العاطفية، انت والشخص ده انت متحدين قوي، يعني انتوا في عندكم في حب، في، بس كل واحد مستني حاجة تتفتح، حاجة تكمل، مناسبة تجمعكم، مقابلة تجمعكم، حاجة حلوة تجمعكم. فانتوا يعني بالنسبة للعلاقة العاطفية كل واحد مستني مين اللي يبدأ، يعني مين اللي يبدأ بالخطوة. انتوا في علاقة وعلاقة قوية، بس انتوا مستنين افتتاح حاجة، يعني تكة. انت عندكوا في رزق جالكوا، وفجأة فتح لك طريقين، فتح لك بابين. يعني ربنا اداك رزق، والرزق ده اتفتح لك حاجة تانية، ولقيت يعني انت الرزق اللي جالك ده انت فتحت بيه، او انت اشتريت حاجة وكنت نفسك تشتري حاجة، فربنا اداك اكتر فجبت حاجتين. يعني انت بالرزق اللي جالك ده انت اشتريت حاجتين. يعني انت ما شاء الله رزق، ورزق هيجي وراه رزق اللي بعضكم يعني. ربنا يفرح قلبكم. في منكم بعضكم عندها ضيق في الرزق، او عندكم بطالة، عندكم الله اعلى واعلم. في شخص مقيد، هو بيعمل كل شيء، مقيده ظروفه، مقيده طرف تالت. يعني هو من كتر مقيد الدنيا شقلباه مخلياه من فوق لتحت. فانت بتحاور، يعني بتجذب شخص ليك، والشخص ده مقيد من الناحية العاطفية. مش معنى ان هو ما بيحبكش، لا، هو انت بتعمل مستحيل وهو بيعمل مستحيل، بس مش عارف فهو كده في حاجة مقيدة. في عندكم التلات ورقات، هتطلع لكم التلات ورقات ده كلهم فيهم توقيع، اقساط، كروت، حاجة تخص دراستك. دول 3 ورقات مضيت عليهم، هيطلعوا لك، هتمضي عليهم. انت كمان وحد ليك هيمضي لك فيها كمان، والله اعلى واعلم. انت حيران من شخص من برج مائي، انت مش عارف، انت حير، يعني حيران منه. خلي بالكم من امرأة جالكوا كده بنص الوجه، يعني استغفر الله العظيم يا رب.
يعني هي عاملة زي ما بيقولوا كده، انت نفسك، هي بتلف وتدور، انت مش عارف، بتكرهك وبتحقد عليك، انت عمال عشان يدور شكوك، بتدور شكوك من ناحيتها، دي حطاك في دماغك والله اعلم. خلي بالك من تصرفاتك وحركاتك. يعني انت انت كرامتك في كل حاجة. الامرأة دي بتخص صلة قرابة من الرجل، مش من تجاه الام او الاب كالعم. ممكن تكون الشخصية دي من ناحية العاطفة، امرأة من عندها، كان عندكم مشاكل الحما، ده من ناحية الرجل. يعني لو انتوا مش متزوجين، العم بالنسبة له هي ليها علاقة برجل في حياتكم، ليها علاقة في حياتكم مع رجل. في حد هيهديلك حب، هيكشف لك العلاقة دي. ممكن تكونوا في علاقة، العلاقة مش واضحة بالنسبة لك، يعني في حب، انت الشخص ده لغاية دلوقتي انت مش فاهم لغته، او فاهم اللغة بتاعته بس مش بعبر بالكلام، من حركاته، من افعال ايديه، تحركاته. اللي بيحب بيبان عليه، هو بيستعمل المكر في حبه ليكو. يعني عندكو هو عنده مكر، والمكر ده كان يعني مخبيه في شخص كمان هيعلن عن حبه. هو مش مكر، ان هو مخادع، هو عنده حتة غموض، عنده غموض. انت في طريقكم للستر، يعني ان ربنا يستركم بقى معنويا ماديا، زواج، هيكون عندكم ستر ان شاء الله. انت هتعيشوا قصة حب حقيقية. ممكن يعني مشاعر لسه مش محققة منها، في مشاعر، في منكم بيقول ده وهم. يعني اللي عايز إجابة اللي قال هو ده، يعني ده عجاب، في حب وفي تعلق. انت هتعيشوا قصة حقيقية وهتعملوها عملي، لان انت عندكوا طاقة وطاقة حنان بتدور دي حول المشاعر. انت هتقع في حيرة عاطفية، انت في حيرة، حيرة بالنسبة لك، حيرة مش وحشة، حيرة حلوة. حيرة ان الشخص ده يقولك ان عايز اتجوزك، عايز ارتبط بيك، حاجة كده تكون انت فيها اه عدم التقاليد. يعني العادات والتقاليد، ممكن واحد جد بنطلب منك زواج، بس مش هيكون عندكم وقت الاستعداد، او انت متزوج وفيش انفصال، وفي الانفصال ده مش خلصان، في حيرة عاطفية انت فيها بتتمناها، بس انت اما بتجيلك ما بتحسش، مش عارف تعمل ايه، ان الوقت بالنسبة لك ضيق، والحيرة دي هتبقى قريبة منكم قوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله ما شاء الله، عندكم رزق ورزق واسع. يعني رزق هيكون واحد، اي حد بيعاني من قلة الرزق والرزق مفيهوش بركة، حاولوا حبايبي تطلعوا صدقة. الصدقة دي ربنا يبارك لكم في الرزق القليل ده وهيزيد. يعني حاولوا يا حبايبي، فاهمني؟ الصدقة دي بتخلي فيه بركة، بركة في الرزق اللي بيجيلك، فاهمني؟ انت يعني زي ما بيقولوا كده، في كده، انت رزقك ده محسود. يعني انت بتلاحظ ان انت كده، يعني تقولوا كده محسودين.
انت في حصل معاك ان انت جبت الحاجة دي بعد الرزق اللي جالك ده، والدنيا منظور، رزقكوا منظور، وان شاء الله ان انت الرزق ده جايلكوا رزق واسع. الرزق عندكوا ده اللي جاي يعني ان شاء الله، بس انتوا عندكوا عين، والرزق واقف عشان بسبب العين. يعني رزقكوا واقف ده بسبب العين. فحاولوا تحصنوا نفسكوا يا حبايبي بالقرآن والموعظتين. بالقرآن انتوا بتبقوا عايزين تحسنوا نفسكم من العين والحسد اللي انتوا سايبكوا. انتوا اشتريتوا حاجة وانت عارفين انكم عندكم حكم، والحكم هيكون عادل. انت هترد كرامة، الحكم هيكون لصالحكم بإذن الله، وهيكون عادل. وربكم بالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. ممكن تكون محاكم في القضايا، هتاخدوا اي حقكم في الميراث، وقاعدة لكم فيها حق، والحكم هيكون لصالحكم. وان شاء الله حبايبي، لا اله الا الله. انت عملت حدود او ما تفكرش، خلاص. كل عندك الحكمة في التصرفات اللي انت بتعملها، لان انت بسم الله ما شاء الله انت بتأسس. انت في حاجة بتأسس لك لو انت بتقول مشروع، انت في بداية تأسيس، بتأسس بيت. انت حطيت لحدود لناس، خلاص بالنسبة لك بقت راحة. وانت خطيت عدد النحس، والناس النحس دي عندكم مقابلة. المقابلة دي عندكم، انت بتفكر في شراكة. وربنا لو اداك رزق، انت عارف ان الرزق اللي هيجيلك ده انت هتبدأ بيه. حتى لو هتبدأ صغير، انت بتبدأ في حاجة صغيرة، والحاجة دي بتكبر كنجاح كمشروع ده. فهتلاقي ان الدنيا وسعت معاك وكترت ان شاء الله. ابدأ وما تخافش، وربنا هيساندك وهيعينك، والرزق عندك هيكتر. من يوم ورا يوم هتلاقي هتتقن الهواية وتتعلم، لان انت ما شاء الله، لان انت ما زلت بتتعلم. حتى لو سنك 60 ما زلت بتتعلم. لو انت بتدرس ان شاء الله علمك هيكون بمنفعة، وطريقكو حلو، حلو جدا من ناحية التعليم. حتى لو مش تعليم دراسة، انت بتبدأ في حاجة صغيرة، وده ما شاء الله. لو حتى من ناحية الدراسة ارضى باللي ربنا اداهولك، لان ده الحاجة اللي انت ربنا اداهالك. الحاجة دي انت اللي هتنجح فيها. يعني ما تخافوش وما تقلقوش، فاهميني؟ يعني انتوا ابدأوا. الحاجة ما بنبدأ بالحاجة الصغيرة، وانت في الفعل هتبدأ بحاجة لسه صغيرة، وهتكبر معاكوا حبة بحبة لغاية ما توصلوا بالغرض اللي انتوا عايزينه. ربنا يفرح قلبكم يا رب. في عندكم حبايبي في حمل، بص الست الواقفة دي بطنها قدامها، ان شاء الله ربنا يكرمكم جميعا يا رب. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.